يا صباح الفل، يا صباح الجمال على الاحلى واجمل متابعين في الدنيا. شايفين بقى كارثه؟ طبعا احنا عارفين كلنا بعد اي عزومه بتحصل بيبقى في كارثه كبيره في المطبخ، كوارث كوارث كوارث. بصوا انا اصور لكم الوضع على ما هو عليه. انا والله العظيم يا بنات انا ما قدرتش طبعا، عشان انا قعدت يومين اجهز لها. دي طبعا بواقي الاكل اللي فاضله، فكنت بجهز بقى ايه ال- العزومه على يومين، ونزلت لكم فيديوهين ورا بعض. فبس صراحه انا زعلانه منكم لان اللايكات بتاعتكم بسيطه. ساعات الفيديوهات بتجيب مشاهدات بس اللايكات قليله جدا يا بنات. انا عايزه الفيديوهات ترفع كتير وبصوا انا بشكركم على كومنتاتكم ولايكاتكم وكل حاجه والله العظيم. بس ما تبخلوش على اختكم في الله باللايك والاكسبلور، وتفعلوا كده زر الجرس عشان يوصلكم كل وصفه وكل روتين انا بنزله. ده وضع المطبخ زي ما انتم شايفينه كده. تمام. طبعا انتوا تحسوا ان الوضع يعني انا لما الدنيا شويه ايه بقى الحاجه اللي وفرت عليا لما الدنيا دي. اعزكم الله في الزباله اهي. الاطباق الفل. ايوه والله العظيم الاطباق الفل. انا العزومه بتعدي عندي 13 14 15 نفر. انا بجيب اطباق فل يا بنات، لا بطلع كروبال ولا بايركس ولا ميلامين ولا القصه دي. الموضوع الاطباق بتتكسر مني كتير وبيهلك مني مواعين كتير قوي قوي. بيبقى بصوا مش بيبقى اطباق كتير لاني انا بحط وجبات كتير، بعمل اكل كتير وبحط لكل واحد وجبه لوحده. تمام. فالموضوع الاطباق الفل وفرت عليا. لو انا عازمه يعني فردين او ثلاثة واربعة مش هعمل اطباق فل، لكن لما يكون نعدي ال 15 واحد، يعني احنا كنا في حدود 14 يا بنات، يعني احنا 14 كنا 14 واحد، يكون 14 واحد وفي اطفال وكده. فانا بوفر على نفسي، بجيب اطباق كيلو اللي هي الكيلوهات والنص واللي هي اطباق السلطه الصغيره. طبعا دي كل الصواني، مع اني كنت غاسله طبعا مواعين اول باول، بس دي كل ايه المواعين اللي هي بتاعت الايه بعد العزومه. تمام. انا كده ظبطت المطبخ زي ما انتم شايفين كده. بصوا مسكت كل حاجه خليتها فل الفل. الموضوع ممكن يكون هين عندكم بس والله العظيم ما هين يا بنات. بصوا. بصوا بقى على الترويق والجمال، ما تبخلوش بقى باللايكات يا بنات. ده ظبطت بوتاجازي، بس الاكل اللي في الحلل ده الاكل الفاضل، فانا ما رضيتش ايه سخنته في نفس الحلل ده. كان فيه هنا رز بشعريه، كنت انا غليهم وسايباهم من بالليل مهديه النار عليهم مسخناهم عشان ما يحمضوش. وكان عندي بسله ولسان عصفور وعندي محشي في الحله الاخيره. تمام. وعندي يعني ايه بواقي بقى الاكل اللي تحت اللي هي في الفرن. سخنت بقى، كان في جلاش وكفته ولحمه وفراخ، لميتهم على بعضهم في الصينيه كده وقلنا نسلك يومنا، لان اليوم بتاع تاني يوم العزومه ده الواحد بيبقى هلكان فما بيقدرش يطبخ بقى، فاللي فاضل احنا بنسلك بيه. بصوا بقى ظبطت المطبخ روقته ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بصوا. لايكات بقى يا بنات، لايكات لايكات. انا عارفه الوضع بيبقى صعب علينا وعلى كل واحده بتعمل عزومه. بصراحه عبات ما خلصت المطبخ هلكني، بس الحمد لله. الواحده بتقف على المطبخ طول ما هي بتذكر الله وتستغفر ربنا، ربنا بيهيئ لها بص ملائكه كده والله العظيم يا بنات. انا دعيت ربنا ان ربنا يوفقني، ولان انا دايما بطلع من العزومه تعبانه من وقفه رجلي وان انا بعمل كل صنف وبعمل كل حاجه لوحدي، بس الحمد لله ربنا ان سهل الموضوع عليا. وادي الصواني اللي كنت مستخدماها كمان. بصوا روقت كل حاجه وغسلت كل حاجه في مطبخ المتواضع الجميل. مسكت الفاكهه كلها يا بنات برضو غسلتها، في منها يعني طلعته يعني ايه للحبايب. ودي بصوا كل المواعين اهي. ودي البسبوسه اللي كنت عاملاها برضو البواقي منها، انا غلفته بكيس كده عشان احطه في التلاجة لانها مش هتستحمل تقعد بره في الصيف. بصوا بقى مهما كانت الكارثه استعيني بالله واستغفري وسبحي طول ما انت واقفه على المطبخ، هتخلصي كل حاجه بسهوله. وبصوا يعني الحمد لله، يعني انتوا كنتوا شايفين الوضع قبل والوضع دلوقتي. تمام. ده كان تاني يوم العزومه يا بنات، يعني ده يعتبر تالت يوم من الهلاك. الحمد لله هما 3 ايام ورا بعض، يوم تجهيز ويوم تسوية كل حاجة، واليوم التالت بقى ايه الوضع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ده التصوير ده بقى اللي انا هعمله الاكل ده بقى كان هو ايه تاني يوم يعني اليوم الاول واليوم التاني التالت الرابع بقى اللي هو انا صورت لكم تاني يوم العزومه. ده بقى اليوم اللي بعده انا كنت محتاره اطبخ ايه. طبعا الاكل خلص وولادي ما مش لهم كيف في الصيف انهم ياكلوا سمك، فانا كان عندي الحاجات ديت. كنت الهياكل دي كلها يا بنات في فيديو التفريزات بتاعه الفراخ، كنت مفرزه معاكم الفراخ وكنت قايله لكم يا بنات احنا كل البواقي اللي احنا هنطلعها من
يعني انا كنت ماسكه الفراخ بطلع منها للبانيه والستريبس وال وايه تاني والشاورما والحاجات دي. فدي الهياكل بقى، الرجول والهياكل بتاعه الفراخ باخدها بقى، انا مش بضيعها مش برميها، باخدها على صينيه فراخ، بعمل بطاطس، قصدي صينيه بطاطس، منها تطعمها ومنها بتديها طعم كده جميل. واحط التوابل بتاعتي، فلفل اسمر وكزبره وسبع بهارات، وعندي كمان بتاع ده ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلوا على النبي يا جماعه. بودر، مرقه بودر. واحط بقى البهارات بتاعتي، كل بهاراتك، ومعلقتين سمنه كده على الوش، والطماطم مفرومه في الخلاط، والبصل برضو بعمله طرنشات، ولو عندك توم برضو معلقتين توم ومعلقتين فلفل برضو. تمام. وظبطها كده واحط السلفان عليها وادخلها الفرن في الرف الاخير خالص. تمام. اكل بسيط ويومنا بسيط وروتيننا بسيط النهارده. كمان قلنا نعمل ايه بقى جنب صينيه البطاطس. انا صراحه كان نفسي قوي 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 في الرز معمر. انا كان طبخت شويه رز ابيض للولاد، في عندي بياكل رز معمر وفي ناس ما بتاكلش. جبت حوالي كيلو رز، غسلته كويس. تمام. وحطيته، بس الطاجن ده يا بنات انا بحطه في الفرن الاول يسخن، وبعدين احط فيه معلقه سمنه برضو تسخن، وارجع بقى احط فيه الرز بتاعي. حطيت معلقه الرز بتاعنا ومعلقتين سمنه. تمام. وهحط معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح كبيره. تمام. وهقلب الرز كله في بعضه كده، اخليه يتغلغل كده مع السمنه والملح والسكر. تمام. واحط برضو في حاجه تانية، احط معلقتين زيت او معلقه زيت. انا بحبش احط الزيت والله العظيم يا بنات، بس انا الزيت انا عايزه رز بلبن يطلع مفلفل، مش انك تاكليه تحسي انت بتاكلي رز بلبن. انا عايزاه يبقى يطلع مفلفل، لان دايما بحب الرز بزيت، مش بحبش اطبخه بسمنه. فانا بس ما حطيت معلقه زيت عشان يطلع رز مفلفل منك كده. تمام. وبغلي اللبن بتاعي، اللبن ده لبن جمسي برضو، غليته، وبحط الكميه بقى حسب الرز بتاعي. تمام. ايه اللي بنعمله يا بنات عشان الرز معمر يدي وش في الفرن الغاز العادي؟ بحط على الوش كده، لو عندك قشطه حطي، ما عندكيش قشطه هتحطي معلقتين سمنه بلدي على الوش. تمام. هولع الفرن. طبعا انا عندي دلوقتي الفرن مولع على صينيه الفراخ تحت. انا هحط بقى ايه في الرف الوسطاني الرز معمر بتاعي، وعندي الفرن بتاعي بيشغل الشوايه فوق وتحت. هدي الاول، هشغل فوق الشوايه تدي الرز معمر وش، وبعد كده اطفي عليه واغطيه وهو هيستوي من تحت. وكده كده هو الفرن شغال على صينيه البطاطس تحت، وهيسوي الفرن، هيسوي الرز وهو ايه على الرف الوسطاني. كده الغدا بتاعنا البسيط الجميل خلص. ده كان اليوم اللي احنا كنا خلاص طالعين من العزومه مش عارفين ناكل ايه، فكان غدا بسيط ولذيذ وطبق سلطه جنبهم. وبصوا روتين بسيط ولذيذ خالص. الرز معمر بتاعنا في فرن البوتاجاز العادي، مش الفلاحي ولا حاجه. وبصوا طالع جميل اهو. وصينيه البطاطس بتاعتنا طالعه جميله. ما تبخلوش بقى باللايكات والاكسبلور، انا عايزه لايكات واكسبلور بالله عليكم وكومنتات جميله. ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد من كل حاجه انا بعملها في القناه. تمام. وكده صينيه البطاطس بتاعتنا استوت والرز المعمر بتاعنا استوى. كان غدانا بسيط والف هنا على قلب اللي كل يا رب. روتين يومنا بسيط كده ان شاء الله باذن الله. مهما كانت الدنيا مدربكه عليكي في المطبخ، بس تنسيش اهم حاجه تستعيذي بالله، تستغفري، تسبحي، وربنا باذن الله هيوفقك، مش هيخلي اي حاجه يعني متعبه قدامك. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وروتين جديد باذن الله المره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله.